هاي سلمانية كرو كجليك حرام نابنا قربيت وشير خواردنا كان كوتر بيتا دواي دو صالية حديثك فرمي رضع شير بيدان كاتيك حسابك ري كالأخوار دو صالية وبيلا سرو دو صالية حساب ناكري وحرام يعناك عليك فرمي الراوية كيتياها لا سفياني كري عينه ويجرته ناوي هيثمي كري جميلة راوية كيسيقية وحديثي لي ورقيلة. وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا بعد فصال، لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الاحتلام. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي رضاع يعني شير بيدان شكر لك حرامناك هتا وكو بيش فصال نبي يعني دواي فصال به حرامناك كفصال جثمان وحمله وفصاله 30 شهرا سيمانغا باسمان كرد لبيشا او فصال ما بس يوي يعني يتل شير برانوا كابل شير بفرته لدوا او مديوا كدو صاله او خشك برياتي دروزنا كان. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين أو خوشي هنا. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن مسيب وعطاء والجمهور. فرمي ومقسيش ككردمان أساسك إلا تكي سورة لقمان كفرمي فصاله في عامين لقال تكي سورة إحقاف كفرمي وحمله وفصاله 30 شهرا. أفرمي أم قسيش قسي إمام علي وابن عباس وابن مسعود وجابر كوري عبد الله وأبو هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد كوري مسيب وعطاء جمهور ما بس بي زور بي زانانا